فاضل على الحلو خطوه، فاضل على الحلو خطوه. فالنهارده بعد غياب 50 سنه توصل لنهائي البطوله، وده على ملعبك. كل مباراه بتكبر، كل مباراه بتبقى اصعب من اللي قبلها. فالنهارده كنت بتلعب خصم عنيد. يمكن هذه المباريات كابتن اللي تحتار فيها من هو افضل لاعب، صح، عيناوي ولا مزراوي ولا حكيمي ولا مين؟ كثير من النجوم في هذه المباراه. بس اديها لبونو، مدرسه. ده تصدي النهارده، شفنا تصدي غريب في ضربه الجزاء. صحيح، تصدي حارس مرمى يمشي على الخط وياخد الكره ويشيلها كده في ضربه الجزاء. لا، حركه الضفدع كابتن. لا، مدرسه ياسين بونو، مدرسه. عشان تاخد بطوله لازم يبقى عندك حارس مرمى، حارس مرمى شخصيه وتركيز وكرات عرضيه ياخدها ويكلم المدافعين ويكلم لعيبه وسط الملعب. قائد بمعنى الكلمه وحارس مرمى بمعنى الكلمه. لما تيجي تشوط قدامه محمد ضربه الجزاء تحسب 1000 حساب. هو في مدرسه الحراس كان يروح زاويه كل ضربه. هنا احتفال على طريقه المشجع الكونغولي. ايوه، الجماهير المغربيه. فالزاويه الاخيره هو كان خد الزاويه العكسيه، واعتقد تصدي مميز. انما زي ما بقول لك يا محمد، كل دور او كل مباراه الفريق بيكبر. المنتخب المغربي النهارده سيطر وهيمن على الخط الهجوم الجبار بالنسبه للمنتخب النيجيري. فعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني دي مباراه تليق بالكره الافريقيه. شفنا منتخبين على اعلى مستوى فنيا وبدنيا. فمبروك للمغرب، وزي ما قلت فاضل على الحلو خطوه. مبروك يا حلو. شكرا جواد، واهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الاعزاء. شباب طلعنا على الهواء، ممكن تاجرون راسكم شويه بس نقول كلمتين وبعدين نجي. مبروك للمنتخب المغربي، الجماهير المغربيه، لكل مغربي، لكل عربي عاشق منتخب مغربي. هذا التأهل للمباراة النهائية حق عزيز وجمال أن يفقدوا السيطرة على أصحابهم بعد هذه المباراة العصيبة الصعبة الطويلة الممتعة المثيرة التي كانت ربما بين أقوى منتخبين على الإطلاق في هذه البطولة. انتهت بهذا السيناريو المثير بركلات الترجيح بين سيري الذي جاء بديلا ينهي الأمور، بونو الذي كما ساعد في تأهل منتخب المغرب على حساب إسبانيا في كأس العالم جاء مرة أخرى ليقدم مباراة أسطورية تاريخية أخرى أمام منتخب نيجيريا، ويبقي أمال منتخب مغربي في الفوز بهذه البطولة بهذه القبلة الخاصة من إبراهيم دياز أحد نجوم هذه البطولة إلى شعار المنتخب المغربي على قميص قائده حكيم، بهذا العناق الخاص بين بونو وحكيمي الذي يعطي كل التقدير وكل الفضل في هذا التأهل إلى بونو بعد الله أكيد. كابتن جمال مبروك هذا التأهل للمباراة النهائية، مباراة كبيرة ومن حق هذه الجماهير المغربية الكبيرة أن تحتفل وأن تفرح بهذا التأهل. الحمد لله، يعني مبروك علينا جميعا كمنتخب مغربي كمنتخب عربي. نستحق أن نتواجد في النهائي. شكرا وليد، شكرا الطاقم التقني، شكرا اللاعبين، شكرا الجماهير، شكرا المسؤولين. وصولنا للنهائي يعني ثمرة مجهود كبير. الآن وصلنا للنهائي إن شاء الله نتوج به. المباراة ما تكونش سهلة. إلى حين النهائي يعني من حقنا أننا نحتفل وأننا نفرح بهذا الإنجاز هذا. اللاعبين كانوا في المستوى العالي، الجماهير كانت في المستوى العالي، والكل يعني حتى المنتخب النيجيري يعني منتخب محترم كيف يصفق على الجماهير وكيف يحيي الجماهير، لأنه فعل يعني كل شيء، فعل كل شيء في هذه البطولة، وقدم مستويات عالية واحتراما لكرة القدم الإفريقية. فهو يهني الفريق اللي فايز يعني المنتخب المغربي، وهذا يعني تقدير منه لكرة القدم الإفريقية. يعني وصول المغرب وصول مستحق من جميع المناحي. شاهدنا على الملعب نيكست ستيب ذا فاينل، الخطوة المقبلة النهائي. مبروك للمنتخب المغربي، تأهل مستحق. مبروك للكابتن جمال، مبروك للكابتن عزيز. الصراحة الولاد بذلوا مجهود كبير يا محمد. أنا عايز أشيد بالروح اللي موجود. فاضل على الحلو خطوة، فاضل على الحلو خطوة. فالنهارده بعد غياب 50 سنة توصل لنهائي البطولة، وده على ملعبك. كل مباراة بتكبر، كل مباراة بتبقى أصعب من اللي قبلها. فالنهارده كنت بتلعب خصم عنيد. يمكن هذه المباريات كابتن اللي تحتار فيها من هو أفضل لاعب، صح، عيناوي ولا مزراوي ولا حكيمي ولا مين؟ كثير من النجوم في هذه المباراة. بس اديها لبونو، مدرسة. ده تصدي النهارده، شفنا تصدي غريب في ضربة الجزاء. صحيح، تصدي حارس مرمى يمشي على الخط وياخد الكرة ويشيلها كده في ضربة الجزاء.
لا حركة مدرسة. الضفدع كنت لا مدرسة، ياسين بوني ومدرسة. عشان تاخد بطولة لازم يبقى عندك حارس مرمى، حارس مرمى شخصية وتركيز وكرات عرضية ياخدها ويكلم المدافعين ويكلم لعيبة وسط الملعب، قائد بمعنى الكلمة وحارس مرمى بمعنى الكلمة. لما تيجي تشوط قدامه محمد ضربة جزاء تحسب 1000 حساب. هو في مدرسة الحراس كان يروح زاوية كل ضربة. هنا احتفال على طريقة المشجع الكونغولي ايوه الجماهير المغربية. فالزاويه الاخيره هو كان خد الزاويه العكسيه واعتقد تصدي مميز. انما زي ما بقول لك يا محمد، كل دور او كل مباراه الفريق بيكبر. المنتخب المغربي النهارده سيطر وهيمن على الخط الهجوم الجبار بالنسبه للمنتخب النيجيري. فعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني دي مباراه تليق بالكره الافريقيه. شفنا منتخبين على اعلى مستوى فنيا وبدنيا، فمبروك للمغرب. وزي ما قلت فاضل على الحلو خطوه. مبروك يا حلو. مبروك كابتن. لا صراحة المنتخب المغربي نجح اليوم في العديد من الأمور. أولا أنه أطفأ هذا الفريق العتيد ونيجيريا اللي كلها تخوف منه، ولا أحد كنا ننتظر هذه السيطرة اللي ممكن تكون المنتخب المغربي. صحيح ممكن نسيطر ولكن على فترات، ولكن لا تسيطرش طيلة المباراة وحتى الأشواط الإضافية. صراحة كما قلت لك، برافو للاعبين، برافو للجهاز الفني، برافو للجماهير اللي شجعت من اول دقيقه لاخر دقيقه. مهم جدا. لكن تدبير المباراه كان له دور ايضا في الحفاظ على النسق، تغييرات في الوقت المناسب. بعض اللاعبين، انا لن اتكلم عن لاعب واحد، اتكلم على كل اللاعبين لانه كلهم ادوا، كلهم كان اليوم مجهودات، تضحيات، ولا تتويج بدون تضحيات. ان شاء الله سوف يكملوا على هذا المنوال، لان التضحيات لهذا الجمهور. الاحتفالات كانت المنطقه مشجعين في الرباط، يمكن الجماهير اللي كانت حول الملعب وحاولت دخول الملعب مشاهده المباراه اكبر بكثير من اللي حضروا وشاهدوا هذه المباراه. لا اكيد محمد، الجمهور المغربي شغوف بكرة القدم، والدليل على ذلك أنه راح شجع تونس، شجع مصر، شجع كل المنتخبات، السنغال، شجع كل المنتخبات لأنه يحب كرة القدم. ومحمد تكلم على شيء مهم جدا، يعني وصول المغرب للمباراة النهائية وتتويج نجاح هذه البطولة تنظيميا. أكيد هذه هي الصورة أنه هو احتفال من البداية إلى النهاية، عرس رياضي. وأظن بأن المستوى العالي الفني اللي ظهرت به هذه البطولة صحيح شيء خرافي صراحة. هكذا إذا نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء احتفالات الجماهير المغربية في العاصمة الفرنسية باريس في منطقة المشجعين. شاهدنا قبل ذلك احتفالات المشجعين كذلك في العاصمة المغربية الرباط، وأيضا شاهدنا احتفالات كبيرة بدأت ملعب المباراة مولاي عبد الله مع هذا التأهل التاريخي المنتخبي المغربي للمباراة النهائية، الموقع التي غاب عنها المغاربة لنحو 21 سنة. وننتقل مباشرة إلى ملعب المباراة لنحتفل معكم بمن ذهب إلى تغطية هذه المباراة ليشاهد هذه الملحمة التاريخية مع قائد هذا الفريق الكبير، مع السيد رقراقي إلى جانب مفيدي جي إن سبورتس هناك في ملعب المباراة. شكرا لك محمد والزملاء في الاستوديو. ألف مبروك لكل الجماهير المغربية، ومعنا كما تتابعون مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. سي وليد، ألف مبروك. مباراة قوية صعبة مثل ما توقعتم. لا قوية، علاش نيجيريا عندهم فرقة كبيرة الصراحة. عجبونا اليوم، كان ماتش كان تقدر تكون لنا فينال. كنعرفوا هاد الماتشات كيتلعبوا في لي ديتاي. درنا كل شيء باش نماركيو في الماتش، نربحوا في الماتش. بحال في الاخر جوج فراكي كيستاهلوا نمشيو للتعادل. علاش يا دو غون زيكيب بحال في الاخر الحمد لله الله ما خايبناش. ديما كنقول الدراري ولا حتى النفس ديالهم حتى كل شيء والله ما يخيبهمش. وهذا الشيء اللي طرا بحال اليوم سيت ان غون ماتش. بغيت نشكر الفرقه ديال نيجيريا اللي الصراحه كانت احسن فرقه في هذا التورنوا معنا. دونك دابا خصنا نفكروا على السنغال، غيكون بزاف د العيا، خصنا نريكوبيريو باش ان شاء الله نفرحوا هذا الشعب اللي يستاهل كاس افريقيا. منتخب نيجيريا كان اقوى هجوم 14 هدف. هل النجاح اليوم كان هو قطع خط الهجوم والامدادات اللي يمكن توصل من الوسط؟ كنا عارفين ولا حلينا بزاف اللعاب، كان عندهم لعابه الكبارين اللي يقدروا يسجلوا في اي كره. هاك لا فورس ديالنا من كاس العالم، عندنا واحد فرقه اللي كتقاتل، اللي ديفونسيفمون وتاكتيكمون حنا مزيانين.
كيديروا اللي كنبغي انا وعارفين هذه الطريق باش تربح هاد الفراقي. دونك في الاخر بحال اللي قلتي ماركا 14 بيوت معنا، يمكن غير مالي اللي ماركات البينالتيات، دونك صافي حنا اوني سوليد. كلمه ليوسف. مبروك يوسف يوسف خويا كان يستاهل يلعب معنا كاس افريقيا في 2004 كان عقال ما كتبلوش الحكايه هذه الكره. الحمد لله 22 سنه من بعد غيكون معنا الفينال ان شاء الله، غنشوف واش نلعبوا ولا لا. كل توفيق ان شاء الله. كل توفيق وليد. شكرا. مباراة كبيرة، المنتخب المغربي ضمن مكانه في المباراة النهائية وضمن أيضا جزءا من حب كبير لهذه الجماهير التي تريد اللقب أن يبقى في المغرب. مباراة قوية كابتن. أول شيء مبروك لهذا الجمهور الحاضر صراحة، اللي كان تيساهل هذا الفوز هذا وتيساهل التأهل لهذه النهاية. هذا مباراة كبيرة اليوم، فريق صعب، مباراة صعبة جدا، ما شاهدناش، ما كانش هناك أخطاء، فريقين يلعبون الكرة يعني على أعلى مستوى. شاهدنا فترات كان فيها المنتخب الوطني متحكم كثير في الكرة، ما كانش هناك فرص كثيرة اللي ما كانش هناك واحد مباراة تكتيكية بشكل كبير. ولكن الحمد لله دائما كما قلت لك المنتخب الوطني وهذيك اللحمة وهذيك الروح اللي كاينه داخل هذا الفريق هذا وداخل هذا المنتخب، وكما قلت لك دائما عندنا حارس كبير. في المباريات السابقة إبراهيم دياز كان نجم وسجل، منح المنتخب المغربي دائما التقدم. اليوم إذا قلت لك من هو أو هم اللاعبون الذين تميزوا؟ كل لاعب قدم مباراة كبيرة اليوم صراحة. أنا بدنيا كان فريق كان مميز وفريق لعب بدون أخطاء، ما كانش هناك فرص ولا يمكن تسديدة واحدة في الشوط الأول. كان هناك عزل لكل المهاجمين، ما شاهدنا لا لقمان لا أكور لا حتى يوسيمان. نجاح كبير على المستوى المنظومه الدفاعيه بشكل كبير، وهذه قوه المنتخب. ما استشرعنا الى هدف واحد فقط طيله هذه البطوله الى لغايه الان. نجاح كبير كما قلت لك على المستوى التكتيكي لوليد يعرف كيف يتعامل مع المباريات الكبيره. وكما قلت لك العيون اليوم قدم مباراه كبيره، لانه كان احد الابطال هذه المباراه، خصوصا من ناحيه تسديدات الكره ودائما التغطيه اللي كانت على الجانبين، الجهه اليسرى والجهه اليمنى، قطع العديد من الكرات. بونو الله يعطيه الصحه. بونو اليوم هذا هو الحارس اللي دائما يعطيك ثقه ويعطي المدافعين ثقه، دائما في الاوقات المهمه والاوقات الكبيره تيكون حاضر وواجد. وكما قلت لك هنيئا للمنتخب الوطني وهذا لك المنتخب النيجيريا. نتمنى ان شاء الله نكونوا حاضرين بدنيا ونحاولوا نسترجعوا الثقه ديالنا في اقرب وقت، لان مباراه يوم الاحد ضد السنغال ستكون مباراه قويه جدا. حتى مباراه حارقه وقويه، تضحيات كبيره قدمها اللاعبون من خلال هذه المباراه التي كما اشرنا كانت تكتيكيه بامتياز، وحقق فيها المنتخب المغربي المراد وتاهل الى المباراه النهائيه. وعوده الى الاستوديو. باركت الجمال وباركت تريكا كذلك وباركت عزيز بنيش ومحمد وكاع الاخوان كلهم ان شاء الله اللي هناك كلهم. ومبروك لكل الجماهير المغربيه. صحيح، مبروك لنا جميعا ان شاء الله. عوده اليك. لحظه قبل ما ترجع لي امين، احنا ايضا نبارك ليوسف، مبارك لك امين هذا التاهل. الشباب كلهم يوجهون لك التحيه ويباركون ليوسف. احنا اول شيء نختلف مع السير القراقي في حديثه عن 2004. احنا نشوف نبادو زاكي اتخذ قرار فني صحيح باستبعاد يوسف شيبو من كاس افريقيا 2004، والدليل انه وصل مباراه النهائيه. وفي 2006 خذوا المنتخب كان مان تو مان مع محمد ابو تريكه، وكان من اسباب تالق ابو تريكه وفوز مصر بكاس افريقيا. اسمح لي ندافع على صديقي. تفضل كابتن. ندافع عليه. لو كان ممكن يفوزوا بالنهائي يعني يخسر حتى طرابلس. مستنيكم يا شباب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا لك كابتن يوسف، وشكرا ايضا لامين. التقي بكم لاحقا باذن الله تعالى في هذه التغطيه. اما تغطيتنا فتتوقف الان مشاهدينا الاعزاء مع فاصل قصير، نعود بعده باذن الله تعالى لمواصله هذه التغطيه في هذه الامسيه، في هذه السهره الممتعه بتاهل منتخب المغرب مستضيف هذه البطوله الى نهائي كاس افريقيا. ابقوا معنا.